لحظة، لتكون فكرت انه الأحذية هي أوسخ شيء بأغراضنا وبحياتنا؟ لا يا معلم. إذا فتت على البيت بدون ما تشلح حذائك فأنت فوتت معك حوالي 400 ألف بكتيرياي. أوف، هالرقم مو شرف، هاد حسب دراسات استند عليها خبراء منظمة ويتش البريطانية المعروفة بدراستها المستقلة حول صحة المستهلك وسلامته. وقالوا الخبراء انه صفل صباطك ما عليه بس اوساخ مرئيه او جراثيم بيئيه عاديه، عفوا على القرف، بس عليه بكتيريا مرتبطه مباشره بالبراز ومخلفات الانسان والحيوان. بلا هالمعلومه بالله احذفوها بالمونتاج. وحسب تقارير الخبراء في انواع من البكتيريا مدري شو سموها معروفه انها بتعمل تسمم غذائي والتهابات بالجهاز الهضمي والمسالك البوليه، و96% من الاحذيه اللي بتحمل هالانواع واللي ممكن تحمل مضاعفات خطيره وخاصه عند الاطفال والختاير اللي مناعتهم ضعيفه. الله يجيرنا. الدراسات المخبريه بتقول انه 99% من البكتيريا العلقانه بصفر الصباط بتنتقل للارض نظيفه مجرد ما تمشي خطوه واحده جوا البيت. طبعا هاي الحاله بتصير لما نبي حنان ما تكون بالبيت، غير هيك نحن لها بالمرصاد. لحظه، لتكون فكرت انه الاحذيه هي اوسخ شيء باغراضنا وبحياتنا؟ لا يا معلم. في دراسه بتقول احدث من تبع الاحذيه انه اكثر غرض من اغراضنا الشخصي معرض للبكتيريا هو الموبايل، كمان لا هو جواز السفر. وهالدراسه استخدمت وحده تكوين المستعمر البكتيريه كوحده قياس لتقدير عدد الخلايا البكتيريه، ولاقوا انه جوازات السفر حوالي 436 وحده تكوين مستعمره، اما شنات السفر فاجت بالمرتبه الثانيه ب 97 وحده وبعدها الاحذيه ب 65 وحده. هلا نحن شو بدنا بجواز السفر؟ هيك بضل نضيف برقته وما بنعرضه للجراثيم ولا للبكتيريا لانه بضل بالدرج. خلونا نرجع لبكتيريا الاحذيه. وجاوبوني بالتعليقات، انتم بتفوتوا باحذيتكم على البيت ولا فيها تكسير رجلين؟